استنى لحد ما زوجته نامت وبقت مش حاسة بالدنيا. جاب مسدسه المرخص وقرب من السرير بدم بارد وضغط على الزناد عشان ينهي حياتها في ثانية. حي المعادي في السبعينات كان معروف انه اكتر مكان هادي وراقي في مصر. فيلل واسعة، شجر في كل حتة، والناس كانت عايشة في سلام. بس في ليلة من الليالي سنة 1974 الهدوء ده انكسر بأبشع طريقة ممكنة. دكتور بشري مشهور اسمه تيسير كان راجل في الأربعينات من عمره وناجح في مجاله، ومن عيلة مرموقة، متجوز سيدة فاضلة وعندهم أطفال وحياتهم من بره تبان إن هي سعيدة. في الليلة دي الساعة عدت 2 بعد نص الليل، الدكتور تيسير نزل من شقته وهو بيجري في الشارع، وشه أصفر زي الليمونة وعرقانه وبيتنفض من الرعب. طلع بيجري على اسم الشرطة وهو بيصرخ: الحقوني، مراتي انتحرت. دخلت الأوضة لقيتها ضربة نفسها بالنار. الشرطة والمباحث راحوا بسرعة مع الدكتور على البيت، دخلوا غرفة النوم ولقوا الزوجة غرقانة في دمها على السرير وجنبها المسدس. الظاهر من بره بيقول إنها فعلا قضية انتحار وواضحة وصريحة. الست كانت بتمر بأزمة نفسية وضغوطات فضغطت على الزناد وأنهت حياتها. المحققين بدأوا يسألوا الدكتور تيسير وكان بيتكلم وهو بيبكي ودموعه مغرقة وشه. كنا قاعدين بنتكلم عادي، فجأة سابتني ودخلت الأوضة وسمعت صوت ضرب نار. دخلت لقيتها عاملة في نفسها كده. المباحث كانت خلاص هتقفل المحضر على إنه انتحار. الطب الشرعي ومحققين المعمل الجنائي لما فحصوا الجثة ومكان الرصاص، الطب الشرعي وقف وقال جملة نزلت كالصاعقة على الموجودين: يا فندم، الست دي ما انتحرتش، الست دي مقتولة، والمسافة اللي اتضرب منها الرصاص بتقول إن في إيد تانية هي اللي ضغطت على الزناد. المحققين اتصدموا، إزاي مقتولة والزوج بيقول إن هو سمع الصوت ودخل؟ الطب الشرعي كشف عن ذكاء مرعب من القاتل. تبين إن الرصاصة دخلت من زاوية مستحيل إنسان يضرب بيها نفسه. مش بس كده، القاتل عشان كان طبيب وذكي حاول يعمل خدعة طبية. مسك ايد الزوجة بعد ما ماتت وحطها على المسدس وضغط على صوابعها عشان يسيب بارود وبصمات على ايديها فيبين للمعمل الجنائي انها هي اللي ضربت بالنار. بس القاتل غاب عن خيط علم صغير، ان حركة الدم وتوزيع البارود على الهدوم اثبتت انها كانت نايمة ومستسلمة تماما لما الرصاصة طلعت، يعني اتضربت على غفلة وهي مش واخدة بالها. هنا المحققين لفوا وشهم للدكتور تيسير اللي كانت دموعه نشفت فجأة وبدأت ملامحه تتغير من الضحية للمتهم الأول. والمباحث بدأت تنبش ورا الدكتور تيسير وحياته السرية. وتحت جدار الهدوء والنجاح ظهرت كوارث تبين إن الدكتور تيسير كان على علاقة بسيدة تانية وكان عايز يتجوزها، وزوجته الضحية عرفت بالموضوع وحصلت بينهم مشاكل وخناقات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة. الضحية هددته إنها تاخد الولاد وتفضحه في وسط عيلته وتطلب الطلاق وتاخد كل حاجة، وده كان معناه إن برستيجه ومستقبله الاجتماعي كطبيب مشهور هيتدمر في ثانية. وفي الليلة المشؤومة دي الدكتور تيسير قعد مع مراته وحاول يهددها ويقنعها تسكت، لكنها صممت على موقفها. الشيطان دخل في دماغه. الدكتور استنى لحد ما زوجته نامت وبقت مش حاسة بالدنيا. جاب مسدسه المرخص وقرب من السرير بدم بارد وضغط على الزناد عشان ينهي حياتها في ثانية. الضابط قعد قدام الدكتور تيسير وحط قدامه التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعمل الجنائي وقال له ببرود: اللعبة بتاعتك انكشفت يا دكتور. البارود اللي على ايديها انت اللي حطيته بعد ما ماتت، والزاوية بتقول انك انت القاتل. الدكتور تيسير حاول ينكر ويصرخ ويقول دول عايزين يتبلوا عليا، لكن قدام الأدلة العلمية اللي ما فيهاش شك انهار الطبيب المشهور. دموعه نزلت، بس المرة دي دموع ندم وخوف من حبل المشنقة. اعترف بكل حاجة، حكى ازاي خطط وازاي نفذ، وظن ان ذكائه كطبيب هينجيه من حبل المشنقة، وانه هيعمل الجريمة الكاملة اللي هيتخلص بيها من مراته، وفي نفس الوقت هيظهر قدام الناس ان هو الزوج الحزين اللي مراته انتحرت وسابته. المحكمة في سنة 1974 اتهزت بالكامل القضية دي، وصدر الحكم ضد الدكتور تيسير بالسجن المؤبد والشغل الشاق. وفي رواية جنائية تانية بتقول انه خد اعدام بناء على سبق الاصرار والترصد، لتنتهي قصة الطبيب اللي افتكر ان علمه وذكائه هيخلوه يهرب من عدالة ربنا. الجريمة دي
فضلت لسنين طويلة تدرس في كتاب التحقيق الجنائي بمصر كدليل على إن المجرم الذكي هو مجرد وهم. تفتكر لو ما كانش الطب الشرعي في مصر متطور في السبعينات، هل كان الدكتور تيسير هيفلت بعملته وتتأيد القضية انتحار؟ شاركني برأيك في الكومنت وما تنساش تعمل لايك وتعمل متابعة للصفحة. سلام.